السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع الفيديو التاني للسمان. الفيديو اللي فات وقفنا عند عمر 15 يوم ووضحنا بنأكل علف بنسبة بروتين قد ايه ودرجة الحرارة اللي احنا بنستقبل عليها والتفاصيل اللي هي بتاعت أول 15 يوم. دول طبعا أهم فترة في حياة مش السمان بس، في حياة أي طائر عامة، لأن هي تعتبر فترة التحضير. طيب احنا بقى النهارده هنكمل بعد ال 15 يوم بنعمل ايه؟ تبدأ ان انت تكمل هنا على علف 23% لمدة شهر، يعني لحد ما السمان يكمل معاك شهر، اللي هو اسبوعين التانيين. طيب انا بقى النهارده لو انا هذبح، فبالتالي انا ممكن ابدأ اذبح من عمر 25 يوم، على حسب انت الاحجام اللي عندك والاوزان اللي انت وصلتها والسلالة اللي عندك والتفاصيل دي كلها. وزي ما برضه ما وضحنا ان السمان من الطيور اللي هي ما بتشيلش وزن بالمعنى. السمان هو طائر بس ميزته في إنتاجه الغزير للبيض وسرعة نموه. طيب لو أنا بقى عايز أبدأ أفرخ والكلام ده، إحنا عندنا السمان بيبدأ يبيض معاك من 40 ل 45 يوم، على حسب طبعا أنت وتأكيلك، وعلى حسب الطائر كمان نفسه، الظروف الجوية والكلام ده كله. هتبدأ تفرخ. نصيحة: أول حاجة ما تاخدش بيض البشاير ده، لأن بيض البشاير ده أولا هيبقى التخصيب فيه ضعيف، ثانيا الكتكوت بتاعه مش هيبقى حجمه اللي هو أصلا يعني ينفع بعد كده يستحمل، إن هو أصلا بطبيعة الحال كتكوت السمان أساسا كتكوت ضعيف جدا يعني وصغير. ودي برضو معلومة مهمة لازم ناخد بالنا منها، إن إحنا لما نيجي في الفترة الأولانية دهيت تخلي بالك إن كتكوت السمان من الكتاكيت اللي هي الضعيفة جدا، اللي هو ممكن لو أي حاجة خبطته خبطة خفيفة هيموت في ساعتها. يعني دي نقطة لازم تاخد بالك منها، إن المكان اللي أنت بتحضن فيه يبقى مكان آمن، مش معرض إن ممكن حاجة تقع عليه، حاجة تخبطه جامدة بتاع الكلام ده كله. وبرضه نقطة تانية مهمة لازم ناخد بالنا منها، وهي المسائي. خلي بالك إن كتكوت السمان صغير جدا، فاللي هو يعني مش يغرق في شبر مية، ده يغرق في نقطة مية. فلازم الحاجة اللي انت هتحطها له اللي هو هيشرب منها لازم تكون ضئيل، يعني مش مهم الحجم، المهم المكان نفسه، الفتحة اللي هو هيشرب منها دي تبقى يا دوبك يعني تقريبا في حجم البقه او في حجم دماغه بالكتير قوي، لان هو لو نزل في اي مية بسيطة هيغرق على طول في ساعتها. فدي حاجات انت لازم تاخد بالك منها اثناء ايه دورة السمان. وبرضه كذلك برضه لما يكبر برضه ما تحطلوش مسائل كبيرة. لو تحط مثلا مسائل اللي هي العادية زي بتاعت الفراخ تمام، انما لو حاجات بقى تحط بقى حاجه مفتوحه ما انصحكش، لان ممكن برضو يغرق فيها ويموت. فدي نقط لازم تاخد بالك منها. الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله بقى هشرح لك ازاي تاخد بيض السمان وتفقسه وكل التفاصيل دي. سلام.